بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع حكايه جميله جدا للست العذراء مريم اللي شفاعتها قويه عند ربنا وليها مكانه كبيره جدا في قلوبنا كلنا وبنحبها من كل قلبنا. والايقونه دي بتعود للزمن الملك سأوفيلس المحارب للايقونات في القرن التاسع، وكان بيضطهد المؤمنين وقتها وكان بيعاملهم بكل عنف. فكان بيرسل الجنود إلى المدن والقرى اللي في المدينة علشان يفتشوا الكنائس والمنازل يطلعوا منها الأيقونات المقدسة، وللأسف كانوا بيحرقوها بالنار. وكان في مدينة نقية أرملة تقية جدا وغنية جدا، وكان عندها ابن وحيد. وبنت هذه الأرملة كنيسة قريبة من بيتها ووضعت فيها الأيقونة الجميلة دي. وجاء جنود الاضطهاد دول لمدينة نقية بالفعل، وقعدوا يبحثوا في كل مكان على الأيقونات، ووجدوا الأيقونة موجودة وحبوا إنهم ينتزعوا منها الأموال والأيقونة عشان يبتزوها كتير. فترجتهم كتير وقالت لهم ادوني مهلة لليوم التاني. وبعد ما خدوا منها شوية فلوس فعلا وافقوا وقالوا لها هنجيلك في اليوم التالي على طول. وبعد ما انصرفوا الجنود دخلت هي وابنها الكنيسة وقعدوا تصلي بدموع حارة وتتشفع بوالدة الإله العذراء مريم إنها تنقذها من الموقف ده وتحافظ على الأيقونة وتحاول تخرجها من المأزق ده بأي طريقة. وفكرت إنها تاخد الأيقونة وراحت هي وابنها عند الشاطئ. ولما وصلت للشاطئ بالفعل صلت تاني لأمنا العذراء مريم إنها تنقذهم وتنجيهم من الجنود الأشرار دول، وإنها تحافظ على الأيقونة سالمة ما يحصلهاش أي شيء. وبعدين رمت الأيقونة في البحر، فمشيت الأيقونة على وش البحر في اتجاه الغرب. وعادت الامرأة الحلوة ديت إلى بيتها ممجدة الله، فطلبت من ابنها إنه يسافر بعيد عقبال ما حملة الجنود دي تروح والاضطهاد يروح. واما هي فضلت في بيتها متعزية بالست العذراء، وقالت انها هتنجيها من اي خطر، وحتى لو وصلت للعذاب هتحمله من اجل ربنا امين. وانطلق بالفعل ابنها الشاب ده الى تسالونيكي المدينة دي، واما هي ففضلت في بيتها. وبعد كده تراهبن في دير من الاديرة هناك. وفي يوم كانوا بيصلوا الرهبان في الدير، فظهرت لهم الست العذراء وقالت لهم اطلعوا خدوا الأيقونة اللي على البحر وحطوها معاكم في الدير. ففعلا خرجوا الرهبان الصالحين دول ولقوا عمود من نور قوي جدا على البحر متجه للأيقونة الحلوة دي، فخدوها واتباركوا بيها جدا وحطوها جوه الدير. وعملوا الصلوات والابتهالات عشانها كتير لأنه فرحوا بيها كتير. والغريب إن لقوها ناشفة أكنها لم تكن في البحر نهائي، فحطوها جوه الدير. وتاني يوم الصبح جم يشوفوا الصلوات قدامها ويحضروا الصلوات الصبح، لكنهم على العجيبة إنه ملقوهاش، لقوها تاني قدام باب الدير فاستعجبوا جدا. فحطوها تاني يوم جوه الدير تاني، فتاني يوم لقوا نفس الحكاية انها على باب الدير فوق الباب حرساهم، وكأنها بالفعل طبعا حرساهم. فظهرت في رؤية تاني وقالت لهم انا جاية احرسكم مش انتوا اللي تحرسوني. وعشان كده رئيس الدير قال لهم ان اذا كانت دي طلبتها يبقى هو ده المظبوط، لانها العذراء حارسة الناس كلها وشفاعتها قوية، وهنسميها أيقونة العذراء حارسة البوابة. لكن للأسف جم الجنود تاني ووصلوا للدير الحلو دوت وابتدوا يطلقوا السهام والأسلحة اللي معاهم تجاه الدير، لكن الست العذراء كانت حارساهم. فللأسف جه سهم من الأسهم ديت على صورة العذراء، فالصورة نزلت دم، فاستعجبوا ازاي ده، فتدل ان الايقونة كانت حية وهي فعلا حرساهم وواقفة تحرسهم. فاستعجبوا من المنظر ده واتباركوا اكتر واكتر بيها لانها ايقونة حية بالست العذراء. عيد لهذه الايقونة يوم 12 من شباط، وهي اصلا ايقونة العذراء حارسة البوابة، كله بيتبارك بيها وبيجي ياخد بركة كبيرة بيها. بركة وشفاعة الست العذراء تكون معاكم ومعانا امين، واذكرونا دايما في صلواتكم. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح، ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. ويا رب في بركة الست العذراء تحل في كل البيوت على بيوتكم وأولادكم وأعمالكم.
ودايما شفاعة الست العذراء لنا كلنا نور وخير لينا كلنا قدام ربنا يسوع، آمين يا رب.